صباح الخير صبايا واهلا وسهلا فيكم من مطبخ كنتي وانا. اليوم حنعمل انا وكنتي تحدي كثير حلو ومميز. انا رح اعمل الكبه وكنتي رح تعمل الشيش برك. وهلا انا اكيد بدي غسل البرغل. وانا هلا نقعت البرغل، بدي اتركهم تقريبا شي 10 دقائق وبرجع بزيد عليهم اللحمه والتحويجه. وهون كنتي بدها تعمل الشيش برك. تفضلي لينا. مرحبا صبايا، اليوم رح نحضر عجينة الشيش برك. عنا هون 6 كبايات طحين اكيد من نخليتهم، ورح نضيف لهم معلقة صغيرة ملح، ورح نضيف تقريبا 3 معالق زيت زيتون. وهلا لازم نخفقهم شوي مع بعض. كيف المي اكيد فاترة، وكمية المي حسب الطحين. هلا انا عندي تقريبا 3 كوب من المي دافئ، رح ضيفهم شوي شوي ونعجن. وهاي العجينة صارت جاهزة عنا. وانا هلا بهيدا الوقت رح اقلل البصله واللحمه لتحويجه الشيش برك والكباب. وهاي العجينة صارت جاهزة عنا ما شاء الله. حنريحها تقريبا شي نص ساعة. وخبرونا مين بحب الشيش برك ومين بحب الكباب، ومين راح يكون مع فريق لينا ومين راح يكون مع الفريق ام محمد. هلا بعد ما انتقعت البرغل معنا كتير منيح، حضيف لها تحويجه الكبه. هيدي عباره عن بصل وبهارات. دقه الكبه هي فيها كمون وفيها مردكوش وفيها كل شيء حضيفها. وهلا هون صبايا رح ضيف اللحمه، اخلطها كلها سوا وبرجع لكم. هلا صبايا قلينا اللحمة والبصل، رح نضيف عليهم البهارات. رح نضيف معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة 7 بهارات، أقل من معلقة فلفل أسود، ورح نضيف رشة زيت زيتون. وهلا صبايا بلشنا التحدي، لينا بالشيش برك وانا بالكباب. يلا بسم الله. هلا رح نرش شوية طحين هون ونمد العجينة. هلا لينا ما قلنا لهم شو التحدي، اللي بيخلص قبل ولا اللي بيطلع اكلته اطيب؟ اللي أكلته أطيب. اللي اكلته اطيب؟ إيه، لأنه أنا بطيئة بالشيش برك. طيب يلا، اللي اكلته بتطلع اطيب. وانتو بتقولوا لنا أي أكلة بتحبوا أكتر. ايش اللي معنا انخزقت. ما مشكلة. طب بس بشرفكم شوفوا انا قد ايه معي، قد ايه عندي هون برغل كيلو. انت قد ايه عاملة؟ 6 كبايات طحين. تقريبا كيلو. بس انا فيهم. بس انا اكثر، انا الكمية اكبر. آه. خلص ما مشكلة. هلا لا مش ضروري يعني انه السبق، المهم اخر شيء الطعمة. ما شاء الله صبايا ليك الكباب اللي انا عملتها. صوري لهم لينا. وهاي الشيش برك. ما شاء الله لينا، كيف قلتي ما فيك لا بطيئة. شغلنا شوي. لا برافو. بس بعد انت اكتر. لا لينا ما قلنا لهم للمتابعين انه نحن اذا اللي بيربح اللي بيفوز شو هي الهدية، شو هي الجائزة. شو الهدية؟ ما عارفة شو هي؟ شو رأيك؟ هلا ما قلنا شو، ولا اللي بأسرع ولا اللي الأطيب؟ لا الأطيب. أطيب والأسرع. لأنه أنت أزرع. أوكي طيب، اللي بيفوز معنا أكيد. هلا مين راح يغير، مين راح ياخذ النتيجة؟ يقلنا النتيجة يعني إنه مين أطيب؟ مين؟ هلا أمك هون موجودة، بس ما بدها تيجي أمك معك؟ لا بدها تيجي مع الحق.
اللي بتقول عنه امك اطيب اكيد رح تجي مع بنتها يعني. لا لا حقيقة مع الحق. ايه بيعزم الثاني على الترويقه. اوكي. وهاي الكبة أنا عملتها أول مرة بجرب كبكب، زبطت معي. لا ما شاء الله عن جد برافو عليكي. والله بدي احكي ضميري، بدي احكي الحقيقه انه ما شاء الله عن جد لينا انت بهيدا العمر برافو عليكي عم تعملي هيك. صدقيني انا لما كنت بعمري بدي احكي عن جد ضميري ما كنت اعرف لا اعمل كباب ولا اعرف اعمل شيش برك. لا برافو عن جد عليكي. برافو. شكرا حبيبتي. والله برافو حبيبتي. هلا صبايا هاي الشيش برك صارت جاهزة، رح احطهم بالفرن بس لحتى نشفهم شوي، مش يحمروا ولا شيء بس تينشفوا. الحمد لله واخيرا تقريبا خلصنا، يعني تقريبا لينا الكميه انا وانت نفس الشيء، يعني ما خلصنا سوا. هلا اكيد هولي نحن عم نشمع بالفرن اللي بدنا نحطهم باللبن وهولي بدنا نقليهم. صبايا بعد ما خلصنا اهم شيء هلا عندنا هيدا اللبن، وهيدا اهم شغله انه هيدا ما بده لا بيضه ولا بده نشا ولا بده تحريك ولا شيء. انا عامله فيديو بالصيفيه عن قلين اللبن، لبن معزه بس بنخضها وبندلقها. هلا بما انه انا وكنتي عم نعمل الاكلتين، انا هون للكباب ولينا للشيش برك. هلا بنحط له مي. ايه اكيد بدنا نحط له مي. خلص وقت نص مي. ما شاء الله هيدا هو اللبن، لا نشا ولا بيضة ولا شيء ولا بيفرط الحمد لله، وطعمه كتير طيبة. وهلا رح نضيف لهم فنجان شاي رز مصري اكيد منقوع قبل، ونخليهم يغلوا مع بعض كتير منيح، ورح نقلي كزبره وثوم ونضيفهم فوق اللبن للشيش برك بس. وهلا صبايا هول شمعناهم حطيناهم بالفرن، بس ناطره اللبن ليغلي، بس يغلي بسقط الكباب وهونيك بنسقط الشيش برك. يلا وين وين السباتولا؟ وهلا رح نقلي الكزبره والثوم. وانا بعد ما غلي اللبن قرب شوي سقط الكباب. الله على الرواق طيبه هالشكل. ايه ما شاء الله طعمة ريحة الثوم والكزبرة غير شكل. هلا صبايا رح ننزل الشيش برك باللبن ونخليهم يغلوا. اخر شيء قبل ما نطفي تحتهم بنضيف عليهم الكزبره والثوم اللي قليناهم ويعطينا العافيه. وهي ما شاء الله وهي الكباب باللبن غير شكل. هلا صبايا بعد ما خلصت انا طبختي، بس اخر شيء حطيت لها ثوم وكزبره تعطيها كثير طعمه طيبه. وبلا انه ما قلت انا الكباب حطيت لهم معلقه زبده كمان كثير طيبه، سمنه عفوا الزبده سمنه. هلا رح نضيف الكزبره والثوم. ما شاء الله بهالشكل. وهيك تقريبا بتكون خلصت طبختنا. يلا هلا بدنا نقدمها وندوق ونشوف مين ربح. هلا صبايا لازم اكيد نشيلهم ما نخليهم باللبن، بس بدنا ناكلهم بنسخن بنرجع اللبن. يلا اعطينا رايك سناء بالكباب وبالشيش برك. والله اثنين كثير طيبين عن جد غير شكل ما شاء الله. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. تعبتوا كثير اليوم، وبتمنى من المشاهدين لايك وسبسكرايب.